علاقة الأفلام المصرية بالأغاني علاقة قديمة جدا، يمكن من بداية صناعة السينما في مصر. ولكن أظن إن كان لسه ما كانش فيه الكونسبت بتاع الكليبات، فكانوا بيتعاملوا مع الأفلام على إنها هوية بصرية للأغاني بشكل متكامل. والدليل إن يمكن من سنة 1933 في فيلم الوردة البيضاء بطولة محمد عبد الوهاب قدم لنا فيه 8 أغاني مصرية، واللي كانت من ضمن أشهر الأغاني لعبد الوهاب. ويمكن من هنا الفنانين قدروا يفهموا عامل الربط بين الأغنية والفيديو، واستمر الأسلوب ده في الصناعة فترة طويلة. كان أقل واجب 5 أغاني في الفيلم، فيعتبر أنت بتتفرج على فيديو كليب طويل شوية. ولكن طبيعي الموضوع اتطور زي ما أي حاجة بتتطور، فأصبح عندنا المزيج اللي هو إن المغني يبقى ممثل أو يبقى هو بطل الفيلم. لازم نعمل ديل كده، الأغنية تنجح والفيلم ينجح في نفس الوقت. أو إن المغني يعمل أغنية ليها علاقة بموضوع وقصة الفيلم، ونضيف لبطل القصة إنه بيغني أصلا، فكده عرفنا نبيع البيعة صح. المغني هو بطل الفيلم وفي نفس الوقت بيمثل، وطلع له بأغنيتين كده يتشهروا مع الفيلم لحد ظهور إسماعيل ياسين. مع العلم إن إسماعيل ياسين أصلا في بداياته كان نفسه يبقى مغني، فتحس إنه استغل الموقف وابتدى يغني في أفلامه. وطبعا غير المونولوجات، ما تستعجبش ما تستغربش. فنقدر نقول إن من بعدها انتشرت ثقافة إن ممكن الممثل يغني. ولكن أفضل من أتقنها وأضافها في الأفلام كان ثلاثي أضواء المسرح. وابتدوا يضيفوا فكرة الأغاني اللي بتعتمد في الأساس على الأداء الجسدي والصوتي، والجمهور ابتدى يحب الموضوع شوية ويبقى ميال ليه، لأن كان بيبقى في الأساس الطابع الغالب كوميدي ومميز. وخلاص طالما الموضوع منتهي عند الكوميديا، سلم لنا بقى عالطرباي. وفضلنا مستمرين على الأساس ده وصولا بقى لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونجاح الموجي. ولكن مع الوقت الموضوع بيتطور أكتر، ولازم يبقى فيه قصة جوه الأغنية حتى لو تبقى قصة منفردة. قلبي يا غاوي 5 قارات زي القرع تمد البرة. فتصب الاهتمام بالأغاني داخل الأفلام أكتر وأكتر، بكونها مش مجرد شيء تسويقي للمغني ومجرد إضافة منه، لأنها ممكن تبقى منفردة وليها أسلوبها الخاص. ولكن كانت لسه عطلانة معاهم المبررات. يعني إيه المبرر اللي هنلاقيه عشان نسمع أغنية في قلب الفيلم؟ ومن جانب الممثلين أصبح شيء مهم وأساسي إنه يتعلم أساسيات الغناء حتى ولو صوته مش حلو، لأنها ملهاش علاقة إنك بتعرف تغني أو حتى يكون صوتك حلو. واطلع معايا بعد انتشار الثقافة دي لحد 85 عشان نسمع محمود عبد العزيز وأحمد زكي كأكبر مثال، واللي كانوا بيأكدوا على الموضوع. عجب دي جاب دي جاتي ما تتصدي يا متنجب عالمدع اللي يديها ظهره بنية كل شيء. بس في النهاية برضو الموضوع كل شوية ياخد منحنى تسويقي، والمنتج يحس إنها وسيلة لتسويق الفيلم مش أكتر، ومش هتضيف للفيلم تحت أي ظرف، لحد ما نوصل كده لمنتصف الألفينات ومرحلة احتلال محمد هنيدي ومحمد سعد. والموضوع مبقاش تسويقي، الموضوع بقى شبه ضروري أصلا. وأصبح عندنا كذا شكل للأغنية داخل الفيلم، يا إما الأغنية ملهاش أي علاقة بالفيلم وبتضاف وخلاص، يا إما بتبقى قصة الأغنية ليها علاقة بقصة الفيلم بشكل ما، هنبكي عليك. يا إما الموديل الأنجح واللي جاي أكلمك عنه، وهو استعمال مزيكة الأغنية كثيم جوه الفيلم. الحكاية ما بتنتهيش لطفل جوايا كان نفسه في يوم يعيش، مع إضافة الأغنية بشكل ملائم مع الأحداث. وفي حالة إن ثيم المزيكا بتاعة الفيلم هي مزيكة الأغنية، ففي حالة دخول الأغنية على مشاهد التايم لابس أو أي مشاهد تانية مش هيبقى مزعج ليك كمشاهد أو غريب. والكل شمس الشروق. وأصبح عندك مشكلة اللي بتحصل اليومين دول، وهي بسبب تطور أنواع التسويق للأفلام، مش من خلال الأغنية بس، لا بيبقى من خلال الأغنية والبوستر والميمز. فهتلاقي الناس مهتمة بالأغنية أو بالميمز اللي على الفيلم ومش مهتمة بالفيلم نفسه.
نرجع قلبي اتقسم نص النص مش قادر والمنتجين بيعملوا الحركة دي على أمل إن الأغنية تكون سبب في إن الفيلم يعيش أكتر، ولكنها بتسبب المشكلة اللي كلمتك عنها، وهي إن أحيانا بتلاقي الأغنية أنجح من الفيلم. طب لو هناخد مثال عن النموذج الناجح اللي كلمتك عنه، ممكن فيلم السلم والتعبان، تيتو، بنك الحظ، وهي إن ولا شهرة الأغنية تاخد من شهرة الفيلم ولا الفيلم ياخد من شهرة الأغنية. هتشوف الفيلم هتسمع مزيكة الأغنية، هتسمع الأغنية هتسمع مزيكة الفيلم، فأصبح عندك ارتباط بالأغنية والفيلم مع بعض، وأصبحوا الاتنين ناجحين. لأن زي ما قلت لك ده أنجح موديل يقدر يعيش الأغنية والفيلم من غير ما حد يأثر على التاني. مع العلم إن لسه في محاولات في 2023 لتجارب زي تجارب الأستاذ محمد عبد الوهاب، وهي وجود زربيح أغاني جوه الفيلم والتعامل معه على إنه فيديو كليب، ظنا منهم من إنك كده بتعيش الفيلم فترة أطول، ولكن في الحقيقة أنت بتنجح المغني وبتفشل الفيلم بتاعك وبس.